الأيتام. أهلا وسهلا بكم في استمرار الحوادث المأساوية في محافظة الدقهلية. النهاردة هنعرض لكم ونتكلم عن الباشمهندس أحمد عاطف. أحمد عاطف مهندس، وصديقه محمد مهندس وعنده مصنع بلاستيك. أحمد عاطف كان له مبلغ مالي عن صاحبه محمد، صاحبه طبعا وصاحبه عشرة عمر، يعني السنين بقالهم كتير مع بعض صحاب، وقضيتنا هنسميها النهارده غدر الصحاب. أحمد عاطف كان له مبلغ مالي عند محمد، فاتصل عليه في يوم وطالبوا بيه المبلغ المالي. ففي التحقيقات محمد قال إن أحمد خد المبلغ ده قبل كده، لكن هو قال له خلاص ما فيش مشكلة، تعال قابلني وعشان أديك المبلغ. قال له ماشي، فراح. فذكر طبعا المتهم محمد في تحقيقات النيابة إن هو اصطحبوا بالعربية بتاعته وركبوا العربية وهم معديين على كوبري الجامعة في مدينة المنصورة. محمد عمل نفسه أو عمل إن العربية عطلت، فيها عطل، فنزل يشوف إيه العطل اللي فيها. فنزل معاه أحمد عاطف، وهم واقفين راح جاي زقوا من على الكوبري في قلب المية. طبعا هو عارف إن أحمد ما بيعرفش يعوم لأنه صديق عمره، فده إنه واقف لغاية ما اتأكد إن صديقه خلاص مات وغرق، ركب عربيته ومشي. تاني يوم الصبح لقى مرات صديقه أحمد عاطف بترن: أحمد فين يا باشمهندس؟ آخر مرة كان معاك؟ قال لهم فعلا هو كان معايا، أخد الفلوس ونزلت ركبته تاكسي ومشي. من بعد كده برن على تليفونه مقفول. بعد 10 أيام من الواقعة المباحث انتشلت جثة أحمد عاطف من المية. مع تحقيقات النيابة وتحريات المباحث محمد هو اللي وراء عملية القتل، فطبعا قبضوا عليه. وفي تحقيقات النيابة اعترف بكل طبعا تفاصيل القضية وقال لهم على كل حاجة. وفي تصريحات طبعا لزوجة المجني عليه يعني متأثرة بالموضوع ومصدومة جدا، لأن ده صديق عمره وهو اللي عمل فيه كده. وأحمد عاطف زي ما هي ما قالت ملحقش يشوف ابنه اللي هو عنده 9 أيام، يعني يتم ابنه، يتم ابن صاحبه، وقتل صاحبه وصديق عمره. كل ده ليه؟ عشان مبلغ مالي. لو عشان الفلوس خدها وسيبه، ما تتمش ابنه، ما ترملش مراته، ما تحرقش قلب امه عشان الفلوس. كل ده بيحصل حتى ما بين الصحاب وصديق العمر. عشان كده في مثل بيقول لما تعادي ما تعاديش الصديق او الصاحب، لان الصاحب اعلم بالمضرة. يعني صاحبك عارف ايه اللي هيوجعك، عارف ايه نقطة ضعفك. طبعا ده استغل ان هو عارف ان صاحبه ما بيعرفش يعوم، قال لك زقه في المية هيموت غريق، محدش هيقول وقع، عادي مفيش اي حاجة. لكن طبعا ما يعرفش ان في عدالة في السماء، وقبل عدالة السماء في الارض ناس بتدور على حقوق الناس وقدروا يوصلوا له. وكل شيء ان شاء الله تعرفوه في التفاصيل او تفاصيل في الفيديو اللي هنعرضه لحضراتكم. وتابعونا ان شاء الله باذن الله في مواضيع تانية. يا أستاذ أنا